السلام عليكم. بص بقى، في ناس كتير بتسأل بتقول ايه، انا ازاي اخلي وشي ينور، ازاي استخدم ماسكات واستخدم حاجات يخلي وشي اللي يشوفني كده يقول بدر منور. انا بقى من غير ماسكات ومن غير حاجه هقولك تعملي حاجات تخلي وشك اللي يشوفك كده يقول ما شاء الله عليكي منوره بجد. إيه، ومحدش بقى يسمع الفيديو يقولك ايه الكلام ده بقى. لا، اسمعوا للاخر واحكموا. بص، انا هقول لكم ايه بقى. صلاة الفجر عايزة وشك ينور، يبقى بدر منور، والناس تشوفك تقول بسم الله ما شاء الله وشك منور كده ليه، رغم ان انتي مش حاطة كريمات ولا حاطة ماسكات ولا عاملة اي حاجة. صلاة الفجر، والله عن تجربة. صلي صلاة الفجر وركعتين قيام الليل، ماشي، والاستغفار الكتير والصلاة على النبي كتير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتمشي في الشارع الناس هتبقى يعني إيه النور ده، يقولك دي فلانة دي طلع منها نور. طب أنا هحكي لكم حاجة، عشان في ناس تقولك ايه الكلام، ممكن ناس تقولك ايه الكلام ده. ماشي، الصلاة حلو كل حاجة وتمام، بيخلي الدنيا حلوة، لكن ايه مش يعني مش، لا لازم برضو نعمل ماسكات ونعمل كذا وايه ده كلام، لا مش كلام عشان اعمل فيديو والله ابدا. انا زمان والله بجد وانا صغيره شويه كده يعني. كنت بصلي قيام الليل وبصلي الفجر وبقرا كلهم في المصحف، بعمل الحاجات اللي بقول لكم عليها دي. انا كانت في ناس بتوقفني في الشارع، انتي وشك منور كده ليه. انا كنت بستغرب، انا مش فاهمه حاجه ومش عارفه. انتي وشك منور. كانت في واحده عندنا اللي هي الست اللي كنا مسمينها صاحبه الجامع، هي كانت بانيه جامع وقاعده فيه، فكنا بنروح نصلي ونحفظ قران في الجامع ده، كان قدام بيتنا. فكانت تقعد تقول لي ايه، انتي ماشيه انتي طالع منك نور. اقول لها يعني انا مش فاهمه، انا كنت صغيره، فيعني مش عارفه عندي 15 16 سنه. فبتقولي انت طالع منك نور، بقول لها طالع من نور، تقولي ما اعرفش كل ما بتيجي. كنا بنحضر بقى مجلس علم وحاجات كده زمان، كانت ايام جميله. تقولي انت طالع منك كده نور. اقول لها نور ازاي يعني؟ تقولي ما اعرفش كل ما بتيجي بحس ان في نور طالع منك، مش عارفه ازاي. انت وشك منور قوي، انت طالع منك نور، انت عامله حاجه في وشك؟ انت مش عارفه. اقول لها لا انا مش عامله حاجه في وشي. فبعد كده لما كبرت وبقيت اسمع بقى الشيوخ، بسمع ناس يتكلموا ازاي مش وازاي ان صلاة الفجر وقيام الليل والقرآن والاذكار بيخلوا البني ادم وشه منور، والناس تشوف وشه منور، والناس تشوفه في نور طالع منه. فهمت الموضوع ده. فبجد لو عايزة دايما يبقى وشك منور ودايما فيكي قبول، تروح اي مكان تبقي مقبولة فيه، شغل، اي مصلحة، اي مكان راح تقدمي لعيالك راح اي مكان، يبقى في قبول كده في وشك وربنا ييسرلك الامر، وتحسي كده ان في نور طالع من وشك، وشك منور من غير ما تكوني عاملة حاجة في وشك. صلاة الفجر وقيام الليل، والاذكار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يتقبل مننا ومنكم يا رب.